يعني اتفضل يا كابتن اسلام. يعني سؤالي الاول لحضرتك، انا لسه كنت بقول خبر ان حمص هيقعد مع حضرتك بكره علشان يجدد للنادي الاسماعيلي لمده موسم واحد، صحه هذا الخبر؟ الخبر مظبوط ان شاء الله، وفي اتفاق بيني وبينه وبين الكابتن حسني عبد ربه، وهنتقابل بكره عشان نخلص الموضوع ده. الحقيقه يا فندم حمص واحد من اكتر الناس اللي ساعدوا النادي الاسماعيلي ووقفوا مع النادي الاسماعيلي. النادي واحنا بنعتز بيه جدا جدا، والمجهود اللي عمله يعني من اخلص ابناء النادي أيوة. الاسماعيلي، واحنا هنحافظ عليه. ايوه. وبيهمنا ان هو يقود فرقه مع حسني ان شاء الله السنه اللي احنا فيها دي ان شاء الله. تمام. يعني سياده العميد، انا برضو عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. اتفضل. هل بدايه فتره الاعداد السنه دي في الاسماعيلي، طبعا عندكم مشاكل كتيره جدا انا عارف بخصوص الامور الماديه وبخصوص كذا وكذا وكذا، ولكن يعني عندك امل في عوده النشاط الرياضي؟ بصراحه يا كابتن اسلام اتفضل. نهائيا مفيش امل. مفيش امل؟ لا نهائيا مفيش امل. ليه يا فندم؟ هقول لك كابتن، يعني حتى لما جينا نلعب في الجونه ماتش فريق النادي الاهلي بيلعب فريق من بره، مفاجاه ان في مشكله في المدرجات بين الجماهير وبعضها. نعم. المشكله دي عرضه للتكرار. نعم. يعني هو ده اللي مخوف حضرتك بس يا كابتن، الجماهير لا هتسيب الفريق، لا هتسيب الفرقه تلعب بدون جمهور، ولا هنلاقي ملاعب. انت تشوف دلوقتي منتخب مصر مش لاقي ملعب يلعب عليه. طب رأي حضرتك ايه؟ يعني نقفل الأندية ونقعد نشوف هنعمل ايه ولا هنعمل ايه؟ احنا بنتمنى ان الامن يسود، وبنتمنى من اللي بيعملوا مشاكل يسيبوا الدنيا. أيوة. تمشي. هو ده الكلام يا فندم. نعم. يسيبوا الدنيا تمشي، لان كده حرام، قطاع كبير جدا، وبعدين يعني محبطين، مش عارفين احنا بنحافظ على الدولة، وفي نفس الوقت عايزين نمارس اللعبة الجميلة اللي الجمهور. فللاسف في مشاكل، بنتمنى المشاكل دي تتحل، وهي جمعه من جمعه بتخف، وان شاء الله ربنا يهدي الجميع ونلاقي فرصه ان احنا نلعب المباريات.